تعهدت الحكومة الفرنسية الجمعة ردًا على طلب من بلدية باريس التحرك بشكل أكبر لمواجهة انتشار بق الفراش، وأفادت بأنها ستعقد الأسبوع المقبل اجتماعًا للجهات الموفرة لخادمات النقل بغية اتخاذ إجراءات حماية أفضل لمس خادميها قبل أقل من عام على استضافة باريس دورة الألعاب الأولمبية. وكتب وزير النقل كريمان بون على شبكة التواصل الاجتماعي إكس تويتر سابقا: سأجمع الجهات المشغلة لوسائل النقل الأسبوع المقبل للبحث في الإجراءات المتخذة والعمل بشكل أكبر لخدمة المسافرين وطمأنتهم وتوفير حماية أكبر لهم. وطلبت بلدية باريس الخميس منع حكومة وضع خطة عمل لمكافحة بقع الفراش، مع رابط على قلقها لعودة هذا النوع من الطفيليات بكثافة. ورأى النائب الأول لرئيس البلدية إيمانويل غيغوار أن على الدولة أن تعقد اجتماعا عاجلا لجميع المعنيين من أجل تنفيذ خطة عمل تتناسب مع حجم هذه الآفة، فيما تستعد فرنسا بأكملها لاستضافة الألعاب الأولمبية. وأفيد في الأسابيع الأخيرة عن وجود بق فرش في دور السينما وقارات فائقة للسرعة يمتر باريس في منطقة الانتظار بمطار رواس، لكن لم تثبت صحة كلا هذه الحالات.